لحساب مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، موبيليس تفوق نادي مولودية الجزائر أمام ضيفه نادي وفاق سطيف بخماسية كاملة مقابل 3 في مباراة كبيرة وممتعة. اللاعب سفيان بايزيد افتتح باب التسجيل للمحليين في الدقيقة 10، ثم أضاف اللاعب رضا حليمي الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم قلص النتيجة للضيوف اللاعب زغاد في الدقيقة 29، ثم عدل النتيجة للوفاق اللاعب عبد الملك أوكيل في الدقيقة 42، ثم أضاف اللاعب الدولي يوسف بليلي الهدف الثالث للمولودية في الدقيقة 53، ثم عاد بايزيد وأضاف الهدف الرابع للمولودية في الدقيقة 56، ثم أضاف اللاعب بوشام الهدف الثالث للوفاق السطيفي في الدقيقة 80، ثم ختمها اللاعب مرزوقي بالهدف الخامس للمولودية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. نادي مولودية الجزائر بعد هذا الفوز وصل للنقطة 9 في صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، في حين تجمد رصيد نادي وفاق سطيف عند النقطة 3 في المركز 10. بقية نتائج مباريات نهار اليوم الجمعة عن الجولة الرابعة كانت كالتالي: نادي مولودية الجزائر كما ذكرت فاز أمام نادي وفاق سطيف بخماسية كاملة مقابل 3. نادي شباب قسنطينة فاز بثلاثية نظيفة أمام نادي شبيبة الثورة. نادي اتحاد بسكرة انهزم بخماسية كاملة أمام نادي بردو، ونادي مولودية وهران تعادل ب0 لمثله أمام نادي نجم مقرة.